السلام عليكم. على مدار الحلقتين اللي فاتوا احنا فتحنا موضوع مهم وشائك، وهو ما هو رأي الفلاسفة والعلماء في معضلة خلق الكون، وهل هو اتخلق من العدم وصدفة ولا في خالق قدير خلق الكون كله بكلمة واحدة منه. والنهاردة بعد ما استعرضنا رأي الفلسفة والعلم على مدار الحلقتين اللي فاتوا، ما بقاش فاضل لنا انا وانت غير المناقشة اللي هتحط النقط على الحروف في المعضلة دي. جاهز؟ طب يلا بينا. بس قبل اي حاجه اعمل كوبايه شايك الجميله واخبط اللايك والشير واشترك لو لسه ما اشتركتش. بس يا ريت نوصل الحلقه ديت ل 500 لايك علشان فعلا انا تعبت في تجهيز الموضوع ده، فمش هتكسف منك. فاقل تقدير يا شباب انك لو استفدت ولو بمعلومه واحده فما تبخلش عليا بالدعم المناسب، ويلا بينا نبتدي المناقشه. تعالى كده يا صديقي نتابع ايه اللي حصل من بدايه نشأة الكون واحده واحده ونشوف امر الصدفه من عدم. مبدئيا كده قبل خلق الكون كان العدم واللا شيء حرفيا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ومن العدم دوت ظهرت نقطة صغيرة قعدت تكبر شوية بشوية وظهرت من اللا شيء في اللا شيء. العلم الثابت بيقول ان الكون بدأ فجأة، بدأ كطاقة ساخنة متجمعة في جزء صغير جدا، وبعدين ابتدى الجزء الصغير دوت يكبر شوية بشوية، وكل ما كان بيكبر كان برضه بيبرد شوية بشوية. العلم يا صديقي ما يعرفش مين اللي اوجد الطاقة الساخنة دي، ومين اللي خلاها تكبر في الحجم، ومين اللي وضع هذه الطاقة الساخنة الرهيبة اللي لو اتحولت لكتلة هتعادل كتلة الكون كله. فالسؤال هنا مين اللي اوجدها بعد ما كانت لا شيء؟ العلم بيقولك مش عارف، قالك صدفة. لكن الصدفة في الاول، ومين اللي خلاها تكبر في الحجم، ومين اللي وضع هذه الطاقة الساخنة الرهيبة اللي لو اتحولت لكتلة هتعادل كتلة الكون كله. فالسؤال هنا مين اللي اوجدها بعد ما كانت لا شيء؟ العلم بيقولك مش عارف، قالك صدفة. لكن الصدفة في الأول وفي الآخر بتخضع لقوانين الفيزياء، بس دي معجزة يا صديقي علشان هي طاقة نشأت واتوجدت من العدم. قوانين الفيزياء بتقولك بصرامة إن الطاقة لا تستحدث من العدم، ولو اعتبرنا إن هي صدفة يعني هتبقى أحلى صدفة دي ولا إيه؟ ما علينا، خلينا نكمل. النقطة ديت بعد ما كبرت شوية بشوية وبردت شوية بشوية اتحولت ساعتها لكتلة، وابتدت تظهر نقط ملونة جواها، والنقط ديت عبارة عن جسيمات ومضادات الجسيمات، والجسيمات ديت هي عبارة عن البروتونات والإلكترونات والنيوترونات ومضاداتها. ومرة واحدة حصلت خناقة ما بين الجسيمات ومضاداتها، فابتدى يهجم بعضها على بعض ويتصدم بعضها ببعض فيفني بعضها بعض. طب ليه الجسيمات ديت بتتخانق مع بعضها؟ تعال نشرح. أي طاقة ساخنة في الدنيا لما بتبرد بتتحول لكتلة، بينتج عنها عدد متساوي ما بين الجسيمات ومضادات الجسيمات. لكن الغريب اللي حصل الطاقة الأولية اللي ابتدى بيها الكون هو إن عدد الجسيمات كانت أكبر بجسيم واحد من الجسيمات المضادة. يعني لكل مليار جزيء مضاد كان بيقابله مليار جزيء زائد واحد، فالمليار يضرب في المليار فيفنوا بعض، فاللي بينجو من الحرب دي كلها هو جزيء عادي واحد. الجسيمات الناتجة ديت هي اللي اتطورت بعد كده وشكلت مادة الكون اللي احنا شايفينه دلوقتي. فالشاهد هنا يا صديقي العزيز ان الجسيمات هنا كانت اكبر من مضاداتها من البداية، ولو كانوا متساويين في العدد زي ما كان مفروض فيزيائيا لأفنى بعضهم بعض وما كانش هيبقى في اي جسيمات لتشكيل هذا الكون. فهي حلوة يا جميل ازاي تم خرق قوانين فيزياء الجسيمات فتخرج لنا الطاقة الساخنة كمية اكبر من الجسيمات عن مضاداتها. فقال لك برضو صدفة. طيب يا صاحبي، الصدفة بتتبع القوانين الفيزيائية، فأما ما يخرج عن القانون فهو معجزة بالتأكيد. فبرضو قال لك احنا برضو ما وصلناش لسبب، وبرضو هقول المهم وما علينا، يلا بينا نكمل. اللي هقولك دلوقتي هو أغرب شيء واجهه العلماء حرفيا. بعد ما هابل اكتشف إن المجرات بيبعد بعضها عن بعض، اكتشف كمان شيء غريب. اكتشف إن مش بس المجرات بتبعد عننا، لكن هي كمان بتزيد من سرعتها لما بتبعد، وكأنها بتدوس بنزين وباستمرار وهي بتبعد بسرعة محتمل ان هي توصل لسرعة الضوء. واتضح ان في شيء اكبر من التوسع العادي بيقاوم الجاذبية، شيء متسارع بسرعة بيخرق معاها قوانين الفيزياء. لولا وجود الشيء ده لانجذب الكون على بعضه وانهار على نفسه، شيء لم يفهم العلماء ماهيته لحد النهارده وسموه الطاقة المظلمة. ومش بس كده، المثير في الموضوع فعلا ان التسارع الرهيب اللي بتعمله الطاقة المظلمة لو كان اسرع بشويه قليلين بس لما سمحت سرعته للمجرات انها تتكون من الاساس، ولو كان ابطا شويه صغيرين لسحقته قوه الجاذبيه وكان انهار على نفسه. علشان كده احنا لازم نؤمن ان في هنا صدفه سعيده جدا قررت ان مقدار الطاقه المظلمه يبقى مظبوط قوي بالشكل ده على القدر ان هو يسمح للكون ان هو يتكون. واحد عبقري كده دلوقتي يسالني يقول لي يا عم سقراط، ايه اللي يخلي الكون يجذب نفسه لنفسه من الاساس؟
هقول لك هي قوة الجاذبية يا صديقي. حسب نسبية اينشتاين فبيقول لك ان كل ما كان الشيء اكبر كتلة واكبر كثافة فهيجذب الاشياء اليه بشكل اقوى، وعلشان كده الكواكب بتمسك اقمار، والشموس بتمسك كواكب، وبتمسك النواة الالكترونات. والغريب اكتر يا صديقي ان مقدار المادة في الكون حاليا بينتج عنه جاذبية كلية اضعف من قوة تسارع الطاقة المظلمة. ولو كان مقدار المادة اكتر شوية لازدادت الجاذبية الكلية واتغلبت على قوة تسارع الطاقة المظلمة وانهار الكون على نفسه. وما اسعد الصدف تاني اللي خلت مقدار المادة اللي نشأت في بداية الكون هو هذا المقدار بالظبط الذي تنتج عنه جاذبية مقدرة بالظبط لتسمح للطاقة المظلمة انها تكون اقوى منها فلا ينهار الكون على نفسه. فهقول لك والله يا شيخ يا محاسن الصدف. بس يلا نكمل وبعد كده نبقى نشوف امر الصدفه من عدم. بعد ما الجسيمات والجسيمات المضاده افنوا بعضهم بعض، الجسيمات الناجيه العاديه هي اللي فضلت، فراحت عامله لك اول عنصر يتكون منه 3/4 الكون. ذرته فاضيه ما فيهاش غير بروتون واحد والكترون واحد بيدور حواليه، وعلشان كده بنقول ان ده اول عنصر يتكون في هذا الكون. الذره دي هي ذره الهيدروجين، وبعديها ذره الهيدروجين دي اللي بتحتوي على بروتون واحد والكترون واحد. نفس البروتون اللي جوه الذره عمل علاقه حب ما بينه وما بين جسيم تاني وهو النيوترون فجذبوا اليه. بس يا صاحبي بعد النيوترون الدخيل دوت الذره ما بقتش هيدروجين، لكن هي بقت نظير بيدعى الديوتيريوم، في بروتون واحد وفي نيوترون واحد. وبعد ما اتنشأت ذرات الديوتيريوم نشأت برضو علاقه حب ما بين البروتون واخوه البروتون، فالبروتون جذب إليه البروتون بقوة من ذرة تانية، فانجذبوا الذرتين لبعضهم وكونوا ذرة جديدة خالص وهي اسمها الهيليوم. العالم الكبير نيلز بور قال لك إن علاقة الحب الكبيرة اللي ما بين البروتون وأخوه البروتون وما بين البروتون والنيوترون هي قوة جذب جديدة. القوة ديت سماها العلماء القوة النووية القوية، وهي أقوى من أي قوة تانية، قوة هتأدي لانفجار أنت عمرك ما هتقدر تتخيله. ولو لمينا الجزء اللي فات دوت في السريع، احنا بدأنا بالهيدروجين اللي سحب لنفسه نيترون وبقى ديوتيريوم، واللي سحب لنفسه بروتون من ذرة ديوتيريوم تانية فأصبح هيليوم. ودلوقتي الهيليوم لو أراد إن هو يكون ذرة جديدة فهيسحب بهذه القوة نفسها اي بروتون من اي ذره هيليوم ضاله علشان يكونوا لنا ذره تانية فيها 4 بروتونات و4 نيوترونات وهي ذره البريليوم. والبريليوم يتحول لكربون بعد سحبه مكونات ذره هيليوم جديده، والكربون يتطور بفعل القوه ديت الى اكسجين وهلم جره لحد اخر الجدول الدوري. فلو بصينا هنلاقي ان الهيدروجين هو اساس تكون جميع العناصر دي. لكن العلم يا صديقي التحولات اللي بتحصل في الذرات دي ما بتتمش الا في درجات حراره عاليه جدا جدا، وعلشان كده الحوار دوت ما بيحصلش غير في النجوم اللي زي الشمس بتاعتنا. فكل عناصر الكون بتتكون داخل النجوم ثم تلفظها النجوم الى الفضاء، وهنا بقى بتسحب الكواكب العناصر دي، وهو ده هو مصدر العناصر في اي كوكب في الدنيا. تمام؟ اوكي؟ متفقين؟ قدر العلماء القوة الخاصة بالهيدروجين 7 من 1000، ولو كانت 6 من 1000 مثلا ما كانش عارف بروتون ذرة الهيدروجين ان هو يسحب نيترون تاني من ذرة تانية، وما كانش تكون هيليوم ابدا، وما كانش تكون اي عنصر تاني في العالم، والكون كله كان هيبقى عبارة عن هيدروجين فقط لا غير. ولو كان بمقدار 8 من 1000 مثلا كان بروتون الهيدروجين هيبقى شره جدا لسحب اي نيترون حواليه، وبقى كل الهيدروجين اللي في العالم كان هيبقى هيليوم، وما كانش هيبقى فيه اي هيدروجين في الدنيا، وبالتالي ما كانش هيبقى فيه ميه، وبالتالي ما كانش هيبقى فيه حياة. فبرضه يا محاسن الصدف اللي خلت القوة النووية للهيدروجين هو 7 من 1000 بالظبط، وهو المقدار المناسب لتشكل الحياة. طيب حاجة كمان، العالم الكبير فريد هويل اتعجب من 3 ذرات تحديدا، وهم التطورات الثلاثة الأولى للهيليوم في باطن الشمس، وهم البريليوم، الكربون، الاكسجين. قال لك ايه بقى يا معلم الراجل ده؟ احنا لو نحينا الهيدروجين بس شويه وما فكرناش فيه هنلاقي ان البريليوم والكربون والاكسجين موجودين في الكون بوفره هائله اكبر من جميع العناصر التانية، واللي تعتبر نسبتها قليله جدا مقارنه بيها. وسر تعجبه ان العناصر ديت سيناريو تكوينها هو غير مفضل كيميائيا بالنسبه للهيليوم، ومحتاج لحراره عاليه وظروف معينه، ورغم كده ان الكربون والاكسجين بالذات موجودين بوفره كبيره جدا جدا في الكون، وكأن هذا التفاعل هو المفضل وحده. وعلشان كده تنبأ هويل ان العناصر دي عندها مستويات طاقه متقاربه جدا جدا عن بعضها، بتخلي التفاعل ده هو المفضل لذره الهيليوم. وبالفعل تم اثبات نظريته بعد سنين من وفاته. ال4 عناصر هم دول بس اللي مستوياتهم متقاربه جدا علشان تخلي
الهيليوم يفضل اللي هو يتطور لبريليوم، والبريليوم يفضل اللي هو يتطور لكربون، والكربون يفضل ان هو يتطور لاكسجين، ويكون لهذان العنصران الافضليه، وهم دول بالذات العنصرين المكونين للحياه عموما مع الهيدروجين. فهي محاسن الصدف اللي تخلي من 118 عنصر في الجدول الدوري انه يفضل 4 عناصر بس في الجدول الدوري اللي يخلي مستوياتهم متقاربه علشان ينشأوا ويطوروا بعضهم البعض. وسبحان الله العناصر دي بالذات هي اللي مسؤولة عن إنشاء حياة. والله صدفة سعيدة قوي يا أخي، حتى الإلكترونات سالبة الشحنة بتدور حول النواة طول الوقت، والشيء اللي بيخليها ممسوكة جوه مجال الذرة حاجة اسمها القوة الكهرومغناطيسية. والقوة المغناطيسية دي ليها مقدار معين في الكون ده، لو كانت أضعف شوية كان طارت كل الإلكترونات بره مجال الذرة، ولو كانت اقوى شويه لامسكت النواه بالالكترونات بتاعتها بقوه شديده جدا، وما كانتش الذرات اجتمعت علشان تكون جزيئات، وما كانش حصل اي تشارك بين الذرات. فبرضه يا محاسن الصدف اللي تخلي القوه الكهرومغناطيسيه مظبوطه بالحد دوت ما بين البروتون والالكترون على القدر اللي يخلي جميع ذرات الكون تتشارك وتتجمع. طيب تعالى نعمل اختبار صدفه سريع كده. احنا عندنا معلم 200 ثابت بيكونوا الكون اللي احنا عايشين فيه، وهنجيب زهر، فتخيل كده لكل ثابت من ال 200 ثابت زهر. فلو رمينا ال 200 زهر فتخيل كده عندك كام احتمال علشان ال 200 زهر ينزلوا على الارقام الصحيحه صدفه علشان تكون الكون اللي احنا عايشين فيه وحوالينا وانشاء حياه. طيب بلاش، احنا هنكون اكثر تواضعا، سيبك من الارقام الكبيره دي. ايه رايك لو هنرمي قطعه نرد او زهر علشان تمثل الكام ثابت اللي احنا شرحناهم النهارده، وهم بس 7 ثوابت، مش كتير يعني. تخيل كده 7 ثوابت ب7 صدف سعيده. لو رميت ال7 قطع زهر دول، ايه احتماليه ان انا احصل على الارقام السعيده الصحيحه من اول رميه؟ بحسبه بسيطه كده خليني اقول لك ان ما بين 280 الف محاوله فانا هنجح مره واحده بس، ودي الحقيقه كما ترويها لنا الرياضيات. لكن يا بطل اللي حصل في الكون بتاعنا انه اتنشأ من المره الاولى ومن المحاوله الاولى، وما كانش فيه 280 ألف مرة يجرب حظ فيهم، لأنه لو فشل مرة سينهيها بلا رجعة. لكن يا صديقي اللي حصل هو انفجار واحد حصل مرة واحدة، فأخرج كل الأرقام الصحيحة المظبوطة تماما وكمان المطلوبة لإنشاء حياة. فمن الآخر الكون دوت يستحيل علميا ورياضيا وفلسفيا ومنطقيا إنه يكون اتنشأ صدفة. فمن الآخر يا وحش أي ملحد هيشوف الفيديو ده، فبعد اذنك احنا اتكلمنا فلسفيا واتكلمنا علميا واتكلمنا رياضيا وتقريبا كده يا صديقي كش ملك. فحضرتك لو عاوز تفكر وتوصل للحقيقه فانا على الاقل ناقشتك في الموضوع بكل تفاصيله، ولو لسه ناقصك حاجه ارجوك دور وكملها. اما الشباب اللي اصلا مش عاوز يدور فحضرتك للاسف عاوز تتحرر من اي قيود تخنقك عن شهواتك واي تشريع يعيقك علشان تعمل اللي انت عاوزه. اكتبوا لي في التعليقات كش ملك ولا مش كش ملك، اقتنعتم ولا لا. ورمضان كريم وكل سنة وانتم بألف خير.